لما تقسمي الفرخة 8 حتت بعد ما كنت بتقسميها 4 بس عشان تكفي عدد أكبر أو عدد وجبات أكتر. لما تقللي كمية الكلور في التنظيف عشان يكفي مدة أطول. لما تصلحي اللبس الحالي بدل ما تشتري لبس جديد. لما تقنعي ابنك إنه يكمل بالشوز مع إنه كان متعود يجي شوز جديد ليه كل فترة. لما تعملي شغل البيت بنفسك بعد ما كنت بتجيبي حد يساعدك. لما تعملي للأولاد سندوتشات للمدرسة غير اللي متعودين عليها أو كميات أقل. لما تخرج ابنك من مدرسة خاصة لمدرسة تجريبية أو مدرسة عادية. لما تقلل خروج مع أصحابك عشان تقلل المصروفات اللي ملهاش لازمة اللي بتصرف على الفاضي. لما تأجل شراء الموبايل الجديد لأجل غير مسمى. لما تشتري من محل عادي بدل ما بتشتري من محطة البنزين عشان ما تدفعش كتير في الحاجات نفسها. لما تسأل الحاجة بكام بعد ما كنت بتشتريها من غير ما تسأل على سعرها. لما تمشي مسافة عشان توفر حق المواصلة. لما تسأل عن البديل الأرخص في الصيدلية. لما تقفوا عند الكاشير وتتفاجئوا بحاجة غالية فتقولوا معلش مش هناخدها. المواقف دي وغيرها ما تكسفش ومش المفروض تتدارى، بالعكس والله. المواقف دي هي تصرفات ناس حكيمة وعاقلة وعقلانية وشاطرة وعندها قدرة على المرونة وعلى التأقلم، وغالبا هيكونوا متفاهمين وبيعاونوا بعض وعايشين في بيوت هادية وراضية. هو بتحصل مشاكل بس في حدود المعقول، عكس الناس اللي عايزة تتمنظر وتتفشخر أو تتشبث بأوهام الوضع اللي كانت فيه، فتدب بينهم الخناقات كل شوية والبيوت تخرب، أو يضطروا إن هم يتصرفوا تصرفات غلط عشان يفضلوا على نفس المستوى. كل ما قدرنا نتقبل الواقع أسرع ونرضى بقضاء ربنا أسرع، كل ما قدرنا ناخد قرارات صح أسرع، وما ندخلش بقى في دوامة التوتر والضغط العصبي والنفسي.